المنطقة بتولع وكله بياكل في بعض. مين بيودي على فين ومين رايح فين ومين جاي منين ما تعرفش. مين بقى اللي ليه مصلحة في القصة دي كلها؟ اليهود. اليهود هم اللي مستفيدين من ان المنطقة لا تنعم في سلام، والكلام ده من بدري قوي. يعني انا شايف الاحداث اللي بتحصل في المنطقة دي كلها هتعم علينا كلنا بالخراب. ما انت ما تقعدش قاعد بتتفرج تقول مثلا انا الضرب بعيد عني. لا، هو الضرب بعيد عنك بس كل حاجة هتغلى. البترول هيغلى، كل حاجة هتغلى. البنزين هيغلى، كل حاجة هتغلى. المواصلات هتغلى، الأكل هيغلى، الشرب هيغلى. يعني احنا اللي بنعيده هو اللي بنزيده. الأحداث ما بتتجددش، لا هي الأحداث بتاعت كل مرة. احنا اللي بيتجدد معانا الزيادة. الزيادة بس. طيب، الدول اللي هي فيها خراب دي، ما الدول دي فيها ناس بتتكلم بنفس اللغة نفس اللسان عربي. احنا كلنا بنتكلم عربي يعني. الفتنة اللي حاصلة ما بين اليمن والسعودية، الفتنة دي برضو المستفاد منها اليهود، الغرب. انا بالنسبة لي بوصفهم بيهود. احنا بجد داخلين على مرحلة خطرة جدا. ما هو ما نبقاش قاعدين ووش فجأة نصحى من النوم نلاقي الكويت وعمان والبحرين وقطر بيتضربوا، والسعودية وإيران بيدبوا في بعض، وإيران عشان خاطر تعند مع أمريكا تقوم ضاربة في دول الخليج. ما هو كده حرام كده. لا، كده لازم يبقى فيه. يا جماعة مش موضوع هدنة، احنا كل شوية هناخد هدنة بقى واحنا ندب في بعض. خد الصراحة، ما ينفعش. فين العقل؟ فين العقل؟ الناس دي ما بتفكرش. الناس دي ما عندهاش وعي. هما الحكام اللي ماسكين الدول دي، مش المفروض ان في شعوب؟ الشعوب دي دول هما اللي حاطين الحكام دول في المناصب دي؟ والحاكم لو هيجيبني، لو هيجيبني ورا وهيغرق البلد مش عايزه. ما اصل كده حرام، اصل كده في الدنيا كلها بتاكل في بعض. دي فتنة، والله العظيم فتنة. اي حد هيطلع يقول غير كده هيبقى منافق. اي حد هيطلع يقول لك اصل احنا حقنا اليمن بتضرب واحنا مش هنسكت لها. يا جماعة دي فتنة والله. والله العظيم احنا مسلمين وموحدين بالله، ورسولنا واحد، وبنتبع نبي واحد. نتقي الله في نفسنا. احنا المفروض نتجمع نقف قوة واحدة قدام عدو واحد، مش عدو واحد داخل عمال يفكك فينا. اللي بيحصل ده كده يعني اسمه جهل. احنا كده عالم جهلة. والخراب جاي. والله الخراب جاي. الخراب جاي عليك وجاي عليا. واذا كان بلدي ما فيهاش حرب، فبلدي الحرب اللي فيها أو اصعب من الحرب